انا بنيت ابلكيشن عشان يساعدني اني اركز. احيانا بتواجهني مشكله في التركيز الصراحه، مش بس احيانا، يعني معظم الاحيان اللي هو دايما بيكون عندي مشكله في اني اركز. علشان اركز محتاج ان انا اكون بعمل حاجه انا بحبها قوي، او اكون عارف بالظبط انا بعمل ايه. فانا قررت ان انا ابني ابلكيشن يساعدني اني لما اكون سرحان ارجع له فاعرف بالظبط انا المفروض ان انا اكون بعمل ايه. والابلكيشن ده انا مش بس بنيته لنفسي، انا بنيته لاي حد بتواجهه المشكله اللي بتواجهني دي. فالابلكيشن انا هشرح لكم ازاي ان انتوا تقدروا ان انتوا تجيت اكسس ليه. انا كنت قاعد في يوم من الايام حاسس ايه ده، انا بستخدم تايمر على التليفون بتاعي، وبستخدم هابت تراكر، وبستخدم كذا ابلكيشن بس علشان ان انا اعرف اخلص الحاجات اللي ورايا، احط تو دو ليست في مكان، احط ده في مكان. فكنت حاسس ان انا عايز ان انا اسنتر كل حاجه واحطها في مكان واحد يكون فيها كل الحاجات دي، التايمر، الكاونتر، يكون فيها تو دو ليست، يكون فيها الهابت تراكر، تكون كل حاجه قدامي وحواليا من غير ما اضطر ان انا افتح كذا ابلكيشن او ان انا استخدم التليفون بتاعي. فبالفعل بدات ان انا اعمل ديزاين للابلكيشن ده على ادوبي اكس تي اللي هو اكسبيرينس ديزاين. والستاك اللي انا قررت ان انا استخدمها كانت على الفرونت اند تايب سكريبت ورياكت، والباك اند كنت هستخدم نود جي اس. يعني كل اللي هو الفول ستاك ديفلوبمنت هتحصل باستخدام جافا سكريبت من الاخر. المهم طلعت بكام اداه كده زودت الانتاجيه بتاعتي، وهم التايمر، بحيث ان انتوا تعرفوا تظبطوا منبه مثلا لمده ساعه او ساعتين تقعدوا ان انتوا تشتغلوا على حاجه. الكاونتر، الفكره من العداد ده انك انت تعرف تعد مثلا ساعات المذاكره اللي انت ذاكرتها، اي حاجه انت عايز ان انت تعدها، وده يديك حافز ان انت تشتغل علشان تزود العداد ده كل ما تخلص الحاجات اللي وراك. الهابت تراكر، الغرض منه لو انت عندك عاده او عندك عاده وعايزين ان انتوا تتراكت، يعني او ان انتوا تقولوا انا عملتها النهارده. فالحاجات اليوميه اللي انتوا تعملوها كل يوم، مثلا القرايه، الصلاه، الحاجات دي تقدروا ان انتوا تحطوها. وكمان في الستيكي نوت دي علشان لو عندكم شويه نوتس محتاجين ان انتوا تكتبوها. الكومبوننت بتاع الجول ده الفكره منه ان زي التو دو، ولكن بيكون في عندك هدف معين محتاج ان انت تخلصه. مثلا بتقرا كتاب ففي كذا شابتر، شابتر 1، شابتر 2، شابتر 3، ولما تخلصهم كلهم بيبقى في كده زي ما تقول تشيك مارك ان انت عظيم وخلصت، او ان انت عظيمه وخلصتي الحاجات اللي وراكي او خلصت الحاجات اللي وراك. الابلكيشن انا قررت ان انا هسميه مايندفول سبيس. ليه قررت اسميه كده؟ كنت انا بس بفكر انا عايز ان الدنيا تكون رايقه، انا عايز احس كده ان it's a mindful space، ان انا كده قاعد داخل كده الدنيا فاضيه. طيب جميل، ازاي يا هيثم نقدر بقى ان احنا نستخدم mindful space ده؟ ببساطه شديده تدخلوا على الكمبيوتر بتاعكم، لان هو دلوقتي مش سبورتيف قوي للتليفون. اول ما تدخلوا على الكمبيوتر بتاعكم افتحوا براوزر اللي هو متصفح الانترنت، وهتدخلوا وتكتبوا mindfulspace.app. هتطلع لكم فورم محتاجين ان انتوا تملوها علشان تستخدموا الابلكيشن. بعدين هتعملوا ريفرش. اول ما هتملوا الفورم هيتبعت لكم ايميل على الاكونت بتاعكم اللي انتوا هتملوه. الايميل بالانجليزي لان انا كنت بديزاين mindful space لكل الناس، يعني ما كنتش بفكر ان هو التارجت اودينس الناس اللي هتتفرج عليه او تستخدمه هيكونوا بس بيتكلموا بالعربي. الايميل بالانجليزي. وبعدين هتلاقوا قدامكم شاشه فاضيه خالص وفي علامه زائد تحت. اول ما تحوموا حوالين العلامه بتاعت الزائد دي هيطلع لكم كام حاجه كده دوريه فوقيها. كل دوريه دي واحده من الادوات المتاحه. هتلاقوا في دوريه محطوط عليها كده السطور دي، ده التو دو ليست. هتلاقوا في دوريه محطوط عليها علامه الساعه، دي التايمر. اول ما هتضغطوا على اي واحده من الدوائر دي هيظهر الكومبوننت على الصفحه، وتقدروا ان انتوا تغيروا مكانه وتحركوه بان انتوا تضغطوا عليه فوق كده وتحركوه. مايندفول سبيس حاليا فيه مميزات وفيه عيوب. مميزاته انك كل الابلكيشن ده الحاجات اللي انت بتحطها مش stored in the cloud، لا دي كلها عندك على الكمبيوتر بتاعك. يعني محدش هيقدر ان هو يشوف المعلومات اللي انت حاططها، المعلومات دي كلها على الكمبيوتر بتاعك. لو انت مسحت الكوكيز هتروح كل الحاجات اللي انت حاططها على mindful space. ولكن لان كل حاجه على اللوكال ستورج بتاعك على الكمبيوتر، على البراوزر، حتى على البراوزر، لو انت مثلا فتحت كروم ورحت فاتح ايدج هتلاقي ان mindful space ما يعرفش انك انت نفس الشخص. هو هيكون experience هنا واكسبيرينس هنا. كل ما هتعمل ريفرش هتفضل الاكسبيرينس بتاعتك زي ما هي على البراوزر ده. ولكن لو رحت مثلا على كمبيوتر تاني او رحت استخدمت التليفون بتاعك او كده مش هتشوف الحاجات اللي انت حاططها على الكمبيوتر التاني. فلو انتوا حابين ان انتوا تعملوا سينكرونايزيشن لكل الديفايسز بتاعتكم كده ممكن تقولوا لي في الكومنتس وانا ممكن اشتغل على الفيتشر دي. ممكن ان انا اخليها بفلوس، حاجه بسيطه رمزيه جدا مثلا 5 جنيه او حاجه، بحيث لو انتوا عايزين ان انتوا تستخدموها على ديفايسز مختلفه ولكن تكون نفس الاكسبيرينس تقدروا يكون عندكم اكونت وهتكون الحاجات ستورد بقى على الكلاود. وطبعا عشان اكون صريح معاكم الابلكيشن فيه باجز، في حاجات مش شغاله 100%،
ولكن انا هحب ان انا اعرف ايه الحاجات اللي مش شغاله 100% دي. قولوا لي لو في باجز كده جات لكم وانتوا بتستخدموا الابلكيشن، ممكن تكتبوا هنا في الكومنتس على الفيديو ده، او ممكن تبعتوا لي ايميل على themindfulspace.app@gmail.com وانا هبص على الريكوست بتاعت الفيتشرز دي، او هبص على الحاجات اللي بايظه وهحاول ان انا اصلحها اول باول. لو حبيتوا المحتوى اللي انا بقدمه اتمنى ان تدوسوا على زر السبسكرايب، واشوفكم في فيديو قادم قريبا جدا باذن الله، جدا جدا جدا. يلا اشوفكم على خير، باي باي.